إذا متابعينا الكرام، يبدو أننا أمام مهزلة حقيقية، أمام فضيحة مذوية لنظام حضارة الجزائر الذي أعلن اليوم من خلال الاتحاد الجزائري لكرة القدم على أنه غادي ينسحب من تنظيم أو من ترشح ديال تنظيم كأس إفريقيا 2025-2027 بسبب حسم الملف لتنظيم كأس إفريقيا 2025 والأفضلية كذلك للأشقاء في السنغال لتنظيم كأس إفريقيا 2027. فهم حاولوا على أنهم يسابقوا الشهى بالانسحاب من الترشح للملفين، لكن حسب المعلومات متابعينا الكرام وحسب المصادر تقول على أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رفض الطلب ديال حضارة الجزائر باش أنهم ينسحبوا، بل أكثر من ذلك يجبرون رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم باش أنه يحضر في الاجتماع اللي غادي يكون يوم الأربعاء، اللي من خلاله غادي تعلن رسميا بالأسماء شكون اللي غادي ينظم 2025 و 2027. فنظام حضارة الجزائر كيحاول أنه يهرب، هو نظام جبان لا يستطيع مواجهة الواقع. داك التسنطيح اللي كان كيديروا معنا يعني في الايام الماضيه والاسابيع الماضيه والاشهر الماضيه ما بقاتش الان، لانه وضع امام الامر الواقع. والفضيحه اللي غادي تكون يوم الاربعاء بالنسبه لنظام حضاره الجزائر انا اعتبرها فضيحه ديال بريكس في جزئها الثاني، وإن كان الأمر يتعلق بكرة القدم وبتنظيم المحافل الرياضية. فالآن متابعينا الكرام، حسب المعلومات الاتحاد الإفريقي ليس فقط يرفض الطلب اللي بعثه الاتحاد الجزائري لكرة القدم باش أنهم ينسحبوا من الترشح، بل يجبر رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم باش أنه يكون حاضر يوم الأربعاء، ويتم الإعلان على المغرب هو اللي غادي ينظم 2025، ويتم الإعلان على السنغال هي اللي غادي تنظم 2027، وبالتالي يكونوا أمام الأمر الواقع ويكونوا حاضرين في الفضيحه بالنسبه بطبيعه الحال لنظام الحضاره اللي كان كيروج للبوصبعي انه قادر ينافس المغرب وانه قادر ينافس وينظم وعنده الملاعب وما الى ذلك، في حين ان المنتخب الجزائري وعلى لسان مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي يقول على انهم ما لقاوش ملعب فين يديروا التدريبات ديالهم، فين يديروا المعسكر التدريبي ديال المنتخب الجزائري، ومشاو كيجريو باش يديروا التدريبات ديالهم في تونس. وراكم عارفين طبيعه الحال هذه الفضيحه اللي كاينه الان في حضاره الجزائر. على كل المتابعين الكرام، الان الاتحاد الافريقي حسب المعلومات يرفض فكرة أو يرفض طلب ديال حضارة الجزائر باش أنهم ينسحبوا من الترشح، بل رئيس الاتحاد الجزائري حسب المعلومات خصو يكون حاضر يوم الأربعاء بطلب من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. متابعينا الكرام، سوف أوفيكم بالمزيد من المعلومات. إلى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.